بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعًا حصاد الجولة الخامسة المصري بيكسب كهربا الإسماعيلية 4-0. مبروك لأهالينا في بورسعيد تصدر الدوري، حاجة جميلة جدًا، وهو ده بورسعيد والمصري اللي أنا كنت باحلم بيه دايمًا مع الملياردير كامل أبو علي. الأداء ده المحلة بتكسب الإسماعيلية 3-0، ربنا يستر على الإسماعيلية، قلقان عليهم جدًا. المحلة سعيد بالكابتن علي عبد العال، أنا كنت اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات وقُلت ما تسمعوش لأي الولاد يعني والناس السماسرة. 7 بونت حاجة جميلة جدًا، ما دخلش فيهم أهداف المحلة. عامر مش موجود في المنتخبين، لا الأول ولا المنتخب البديل بتاع الكابتن حلمي طولان ده. إنبي بتكسب إسكندرية 3-0، ربنا يستر على إسكندرية. أتمنى الحفاظ على أحمد سامي مجلس إدارة إسكندرية، وما تسمعوش للناس عشان إسكندرية تقعد في الدوري، لأن إسكندرية السكواد متغيّر. مشيان أحمد سامي ممكن يحصل مشكلة في الفرقة وتعاني شبح الهبوط من بدري كده يعني. طبعًا الزمالك لعبت دجلة وخسرت، وناس كتير بيقولوا لي: "أنت كنت شايف الكلام ده وقُلته لنا يعني، وقُلت يانيك فيريرا ده." أنا مش عايز أقول فيريرا لإن هو الاسم خسارة فيه بصراحة. اللي أنا عايز أقوله إن هو بيشتغل غلط، وناصر ماهر زي ما أنا ناس كتير بيقولوا لي: "أنت بتقول ناصر ماهر." أنا باقول ناصر ماهر لإن ناصر ماهر هم قالوا له ده لعيب كويس والكلام ده كله، ولكن أنا دايمًا مقتنع إن المدرب بيشوف بعينه. ناصر ماهر أي مدرب موهوب ما يلاعبش ناصر ماهر، لإنه ما بيلعبش خالص في الملعب غير ولمّا الكورة بتكون في رجله، لعبه سلبي جدًا وما لوش قيمة وكده يعني. هو السبب في إصابة محمد شحاتة مش ناصر، الراجل المدرب، لإنه طبعًا في ماتش مودرن في ماتش المقاولين اتعادل قعدوا يقولوا له لأ ده مش عارف إيه ودونجا ما بيلعبش وكلام اللي أنتم عرفتوه وبتسمعوه ده. فأمّا قعد دونجا أصاب محمد شحاتة، إن دونجا ده بالمناسبة يا جماعة ممكن ناس كتير ما بتشوفوش بيلعب والكورة في رجله كويس، ولكن هو بيجري كتير، وهو اللي خلّى محمد شحاتة الناس تقول عليه لعيب كويس، لإنه بيجري ومالي الملعب دايمًا، وبيضغط وبيستخلص الكورة والكلام ده كله. قعّده في ماتش مودرن اللي هو قوي جدًا واتعادل مع الأهلي مودرن، قوة بدنية غير عادية، فأصاب محمد شحاتة. الماتش اللي بعده طبعًا محمد شحاتة مش موجود، فلاعب دونجا. دونجا لمّا بيكون محمد شحاتة مش موجود، لإن البديل ناصر ماهر وعبد الله راجل عجوز يعني سنه كبير، بيحصل مشاكل فبيضرب، بياخد إنذارات، ما لعبش الماتش اللي بعده. كل ده سببه المدير الفني يا جماعة. أتمنى من إدارة نادي الزمالك إن هي تمشّيه بسرعة عشان تحصد حاجة السنة دي. خلّي بالكم يا جماعة الزمالك جاب لعيبة كويسة زي شيكو بينزا ده، وفي إضافات موجودة لو المدرب بيشتغل صح ومدير فني موهوب. أنا كنت أتمنى مستر ميكالي وأنا كنت قُلت الكلام ده، لو كان موجود كان الزمالك هيبقى عنده 15 بونت، لأن الزمالك ما لعبش حد يا جماعة، بعكس الأهلي. الأهلي لاعب المحلة في المحلة، الأهلي لاعب بيراميدز. لسه بدري جدًا، معطيات بدري، وأنا كنت قُلت لكم الناس بيقولوا ده الأهلي خسر الدوري، لأ ده كلام فاضي، لسه بدري جدًا والأهلي هو المنافس الأقوى، لإن بيراميدز برضه يوريتشيتش زي ما أنا قُلت لكم بيعُك وبيقعد. والزمالك طول ما الراجل ده موجود هيبقى بعيد جدًا، مع الوقت هتلاقيه بينافس على المركز الرابع والخامس. وشكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.